ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايين لكم النهارده بفيديو جديد وفكره جديده. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم كوكيز للاطفال وللكبار، اي حد عايز ياخدها معاه فطار او عشاء او حتى تحطوها لاطفالكم في اللانش بوكس معاهم. فيلا بينا نشوف المكونات، والطريقه سهله قوي والمكونات موجوده في كل البيوت. فاول حاجه هنحتاجها هي المكونات، وهي كيس نشا وفانيليا وكيس بيكنج باودر وذره ملح وكوبايه ونص سكر وكوبايه زبده بدرجه حراره الغرفه ونص كيلو دقيق وشوكليت شيبس. وهنخلط كل المكونات دي مع بعض. فاول حاجه هنحطها هي زبده والسكر، وهنحطهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهنفضل نخلط فيهم لحد اما ينعموا. بعد اما نحط السكر ونخلطهم مع بعض كده هننزل بالبيض. ويا جماعه طبعا في اي حاجه فيها بيض لازم نحط وراها فانيليا عشان يضيع زفاره البيض. بعد ما خلطنا الزبده والسكر زي ما انتوا شايفين وبقى شكلهم كده زي ما موجود قدامكم، هننزل عليهم ببيضتين وبعد كده هنحط عليهم فانيليا، وبرده هنخلط تاني كل الكلام ده مع بعض. لازم المكونات بالترتيب اللي احنا بنقوله. ولو عندكم سكر بني هيبقى احسن من السكر الابيض معاكم كيس، فلو عندكم سكر بني استخدموه بدل السكر الابيض. يا ريت يا جماعه تستغلوا اي اوقات فاضيه في الفيديو في الصلاه على النبي وذكر الله عشان تاخدوا حسنات وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. وده كده كان شكل الخليط بعد ما خلطنا كل الكلام ده مع بعض. وبعد اما نخلطهم مع بعض كويس كده هننزل عليهم بالنشا والبيكنج باودر وهنخلط كل ده مع بعض تاني. وبعد كده بقى هنعجنها كويس. بعد ما نحط عليها الدقيق يعني هنعجنها كويس، وهنحط جواها تشوكلت شيبس وهنعجنها كويس، وهنروح نغسل ايدينا. هنيجي يعني هنسيبها شويه 5 دقايق ولا حاجه، هنلاقيها ما بقتش بتلزق في الايد، بس هي لازم في الاول تكون بتلزق. وبعد يا جماعة اما نخلط يبقى قوامه كده الخليط اللي احنا عملناه، هننزل عليه بالدقيق تدريجي علشان على حسب نوع الدقيق، مع يعني ما تنزلوش بيه كل مرة واحدة عشان العجينة ما تنشفش. يعني احنا عندنا خدنا نص كيلو دقيق بالظبط، بس انتوا لازم تنزلوا بيه تدريجي عشان ما العجينة ما تنشفش منكم. وبعد كده بقى هننزل عليها بالشوكليت شيبس كده في النص وهنقلبها تاني. بعد يا جماعة اما عملنا العجينة كده هنقسمها نصين، نص هنحط عليه كاكاو ونص هنسيبه ابيض زي ما هو. برضو على حسب رغبتكم انتوا بتحبوا انهي اكتر. لو عايزين تعملوه كله شوكليت حطوا عليه كله كاكاو، لو عايزين تعملوه كله ابيض ما تحطوش عليه حاجة. واحنا عملنا نص ونص. وده يا جماعة كده بعد ما حطينا عليها الكاكاو بقى هنقعد نقلبهم مع بعض كده. وبعد كده هنجيبهم وهنقسمهم لأكور صغيرة، ولازم تكون صغيرة عشان هي بتفرش في الفرن. وكمان قبل ما ندخلهم الفرن، يعني بعد ما نشكلهم بس قبل ما ندخلهم الفرن هنزينهم تاني من فوق بالشوكليت شيبس عشان هو لازم يكون من جوه ومن بره. ويا جماعة بقى هنجيب صينية كده وهندهنها بالزبدة، وبعد كده هنرص عليها الكوكيز. ويا جماعة اول ما يحمر من تحت هو كده استوى هنطلعه من الفرن. ويا ريت يا جماعة كلكم تدعوا لاخواتنا في فلسطين وتكتبوا في الكومنتس اي اكلات عايزيننا نعملها، وكمان تعملوا لايك وشير عشان نعرف ان الفيديو عجبكم ونعمل لكم فيديوهات اكتر. يا جماعه يا ريت تجربوا طريقه الكوكيز دي بجد هتعجبكم قوي، وكمان اوفر وانضف من بره بكتير، وكمان هتعجب اولادكم. ممكن تخلوهم يروحوا بيها المدرسه، وممكن انتوا تفطروا بيها الصبح مع قهوه او نسكافيه او اي حاجه انتوا بتحبوا تشربوها الصبح. وبعد كده يا جماعه بنشكلهم بالحجم ده كده وبنزينهم من فوق، وبعد كده نرسلهم وندخلهم الفرن، وهنرجع لكم بعد اما نخلصهم كلهم بقى. ده كده يا جماعه بعد ما رصينا النص الاولاني اللي هو بالشوكليت وكنا بنحضر النص التاني. ويا ريت يا جماعه تقولوا لنا رايكم في القناه وبتتابعونا منين، كل واحد بيتابعنا من مكان يقول لنا من فين. وده كده يا جماعه شكلهم بعد اما خلصناهم، وهندخلهم الفرن بقى ونرجع لكم بعد اما نخرجهم من الفرن. ده كده شكلها بعد اما خرجت من الفرن. ويا جماعه ما تحاولوش تشيلوها من الصينيه وهي لسه سخنه علشان ممكن تتفتفت، استنوا لما تبرد وبعد كده حاولوا تشيلوها. بجد يا جماعه جربوا الطريقه دي هتعتمدوها ومش هتقدروا تستغنوا عنها تاني، احنا معتمدينها بقالنا خالته بتعملها لنا على طول وبتعجبنا كلنا من ايديها.
ده كده يا جماعه الفاينل ريزلت بتاعه. ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله، وتكتبوا لنا في الكومنتات انتوا منين وبتتابعونا منين، واعملوا لنا لايك عشان يوصل لنا يعني نعرف ان الفيديو بيعجبكم وننزل لكم فيديوهات اكتر. وقولوا لنا اي وصفات انتوا عايزيننا نعملها في الكومنتس. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. وبس كده، مع السلامه.